يقولون بالمانيا همينا عندكم تمن ومرق؟ طبعا عندنا تمن ومرق، وعندنا قوزي همينا، وعندنا كباب، والجو مغيم ومحضر اني الشمسيه مالتي على مود راح تمطر. طبعا احنا صيف ما عندنا بالمانيا، فتعالوا بهاي الاجواء الشتويه نضرب اكل. يلا. وهسه وصلت يا مطعم الحج، هذا المطعم عراقي بالكوتبوسه اشتراسه. تعالوا نطب جوا ونضرب. اول ما دخلت على المطبخ لقيته قاعد يسوي لفه مال فلافل بالخبزه العراقيه. وقولوا يلا ما عندكم فلافل بالمانيا؟ عمي كل شيء عندنا، بس تعالوا المطعم الحجي كل شيء موجود. هنا هذا كباب على التمن، وهنا ضلوع، وهنا تكه لحم. وهاي لفه مال كباب بالخبزه العراقيه. هاي اللفه سعرها 7.5 يورو، كل سعرها مناسب. تقولون بالمانيا ماكو تمن ومرق، هذا لعد شنو؟ هذا بامي، هاي فاصوليا، وهذا تبسي، وهذا قوزي. اول ما تبلش تجي على القوزي تسوي بسم الله. اويلي صدق مايعه بالقران مايعه، هاي حرامات. باوع 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 باوع، مايعه منتهيه بالقران. بس شويه راد لها واحد هيك قوي، خاف انه بتوقع. بسم الله ما شاء الله مايعه. هذا القوزي حلقوم بالقران الكريم. بسم الله ما شاء الله. نحطها هاي هنا، نسويها قطعتين يابا. وهنا جابوا لنا الخبز الحار مال التنور العراقي، وهاي اللحمه نقولها يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من تنزل هاي الوجبه مال القوزي ويا التمن تقدر تنزل وياها وحده من هذني. انا قلت له نزل لي انا ثلاثتهن، مو مشكله ادفع لك زياده شويه، بس على الاقل اكل تمن ومرق. لان بالبيت بصراحه ما قاعد اقدر اطبخ، وقت ماكو. اجي هنا اتونس بالاكل واسعاره كلش مناسبه. احلى شيء لما تجيب الخبزه وتاخذ لك قطعه من انا مال لحم زينه متلله، وتغطسها بالكولاجين. هذا التشريب كله كولاجين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتسوي لها لقمه حيدريه وضروب. طبعا الحلو بهذا المطعم الشاي هنا ببلاش. تجي تاخذ استكان من هنا، تريد تشرب 1 2 3 عادي براحتك. وتجيب هذا القوري هنا بيه شاي الاسود، وتصب الشاي وبعدين ترجعه، وبعدين تدير له شويه مي حار هنا، ويصير عندك احلى استكان مال شاي عراقي مهيل. انا ما اشرب بيه شكر، هذا الشكر هنا اذا تريد شكر عادي. تريد تشرب 1 2 3 4 بكيفك، الف عافيه، كله ببلاش. هسه كملت الاكل وشربت الشاي. وحطوا لنا لايك لهذا الفيديو، اللي ما يخلي لي لايك لهذا الفيديو اتضارب وياه والله. صار لك ساعه تتفرج، تشق لنا لايك.